ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ تعالوا نبتدي الحلقة بتاعتنا بحاجة مكناش اخدين بالنا منها. يمكن اكتر جملة بنقولها لنفسنا بعد اي وجع هي مع الوقت هنسى، ونقنع دايما نفسنا ان الزمن بيعالج كل حاجة. لكن هل فعلا بيعالج كل حاجة ولا لا؟ خليني اسألك سؤال. عمرك افتكرت موقف كان عدى عليه سنين ولقيت نفسك حاسس بنفس الوجع ده تاني؟ نفس الوجع ونفس الزعل، وكأن كل حاجة حصلت امبارح بالظبط. ساعتها بتفهم انك ما نسيتش، انت بس بطلت تفكر فيها كويس. واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الفيديو. احنا طول عمرنا اتعلمنا ان افضل طريقة تتعامل بيها مع اي وجع انك تنساه. حد سابك دايما تقولك انساه، خسرت حاجة بيقولك انساه، اتكسرت برضه بتقول لنفسك انساه. حتى وانت صغير كانوا يقولولك كبر دماغك او عديها او ما تفكرش كتير. ومحدش علمنا خالص ان في فرق كبير بين انك تنسى وبين انك تتدفن. وانا بصراحة زمان كنت فاكر اني بقيت اقوى، علشان كده بقيت ما بتكلمش عن اي حاجة بتوجعني خالص. دايما كنت بقول خلاص او عدت او نسيتها. لكن الغريب هنا ان كل شويه كانت ترجع مع نفس الوقت ده تاني، مش بنفس الشكل لكن بشكل كتير. موقف صغير يفكرني او كلمه توجعني او شخص يشبه حد عرفته قبل كده، وفجاه كل حاجه ترجع زي ما كانت. وساعتها فهمت اني ما كنتش نسيت، انا كنت مأجل بس المواجهه. وعارف الوجع عامل زي الجرح بالظبط، لو نضفته هيلم تاني، لكن لو غطيته خلاص من غير ما تعالجه هيفضل موجود. مش باين، لكن اول ما حد يلمسه هيوجعك تاني. وده اللي بيحصل مع مشاعر ناس كتير جدا. احنا بنغطيها بس مش بنعالجها. احنا دايما بنغطي المشكله باي حاجه بنعملها وخلاص، او اي حاجه بنخلصها بس مش بنعالجها نهائي، مش بنوقف النزيف. وتخيل واحد كده اتخذل من اقرب شخص ليه، ونقرر بعدها ان عمره ما يثق في حد تاني. هو فاكر انه نسي، لكن الحقيقه الوجع هو اللي بيبقى ياخد القرار. وتخيل كده معايا ان في بنت اتجرحت في الروضة، وبقت كل ما حد يقرب منها تبعد عن الناس كلها، مش لانها مش عايزه تهم حد تاني، لكنها لسه خايفه من اللي حصل معاها قبل كده. وده معناه ان الماضي لسه عايش جواها وعمره ما راح. احنا ما بننساش لان المشاعر ما خدتش حقها كويس. في زعل كده محتاج يتحكي، في دموع محتاجه تنزل، في اعتذار عمره ما حصل، في كلام كان لازم يتقال وما اتقالش. ولما كل ده ما يحصلش الموضوع دايما ما بيخلصش. بس خليني اقول لك حاجه مهمه جدا، النسيان مش هو الهدف، ولا المفروض انك تمحي الماضي لان الماضي جزء منك انت. لكن المفروض انه يبقى ذكرى كويسه جدا مش ذكرى. خلي بالك ولازم تبقى عارف ان في فرق كبير بين انك تفكر كل حاجه من غير ما توجع اي حاجه حواليك، وبين انك كل ما تفتكرها ترجع تعيشها من اول وجديد. الوقت ما بيعالجش كل حاجه، اللي بيعالجها هو اللي بتعمله خلال الوقت ده. ويمكن علشان كده في ناس كتير جدا بعد 10 سنين حتى لسه زعلانه لغايه دلوقتي، وفي ناس بعد شهر واحد نسيت الزعل ده خالص. ومش عشان الوقت نهائي، بس علشان واجهت واتفهمت وسامحت كل اللي حصل معاها، او على الاقل اعترفت لنفسها انها موجوعه. ان اصعب كذبه بنقولها لنفسنا هي انا كويس واحنا مش كويسين، علشان بنخاف لو فتحنا الباب ده ما نعرفش نقفله تاني. لكن الحقيقه هنا ان الباب مفتوح اصلا، انت بس عامل نفسك مش شايفه. ويمكن في حاجات كتير جدا اتعلمناها غلط، ومنها ان النسيان هو العلاج، مع ان الحقيقه اللي بيدفنه ما بيموتش، وهو بس بيستنى الوقت المناسب ويرجع تاني. يمكن العلاج الحقيقي مش انك تنسى، يمكن العلاج الحقيقي انك تواجه وتفهم وتسامح وتكمل برضو في نفس الطريق، مش عشان الماضي اختفى لكن علشان ما بقتش يسيطر عليك. واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها نهائي. فاشوفكم في الفيديوهات الجاية، يلا سلام.